يا مساء الفل عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه تفصيل الجيبه الصك، باترون الجيبه الصك. اولا المقاسات اللي احنا عايزينها في الجيبه الصك سهله برضو وبسيطه. اول حاجه دوران الوسط، وهنحتاج دوران اكبر حجم اللي هو الهانش، ماشي. وهنحتاج طول الجنب، وهنحتاج طول الجيبه. دوران الوسط انا هعمل مقاسات كده تقريبيه، تمام. هيبقى 80. دوران اكبر حجم نقول مثلا 100. طول الجنب كل واحده تقيس طول الجنب اللي يعجبها، تمام. بس انا شايفه ان طول الجنب يعني بالذات في الجيب بالذات، يعني طول الجنب ممكن نعمله 10 ونبتدي ننزل، هتبقى برضو مظبوطه. يعني مش لازم طول الجنب بالملي، ممكن تقصريه كمان عن كده، عشان ساعات بيطلع في الجيبه زي يعني بتبقى عامله كده، بتبقى من هنا مهويه شويه فملهاش لازمه. فاحنا ممكن نعمله 10. طول الجيبه انا هقول 40 عشان ايه تبقى بنفس طول الورقه. هنعمل ايه دلوقتي هنعمل مستطيل عرضه هيبقى ربع دوران اكبر حجم. ربع دوران اكبر حجم 100 على 4 هيبقى 25. زي ما قلت لكم في فيديوهات الجيب اللي فاتت احنا هنعمله على 4، عشان انا هنا هاخد ربع بس عشان هحطه والقماش متني على 2. فانا هنا هاخد 25 وهوصل هنا من عند الوسط. هنعمل ايه من عند الوسط؟ هناخد ربع دوران الوسط اللي هو 80 على 4 هيبقى 20. فهنقيس 20 وهنحط نقطة هنا. هناخد طول الجنب 10 بيبقى حلو ومظبوط وتمام. خلاص هوصل ده بده. طبعا دي المفروض بتيجي بالجنب كده، بتيجي بميله كده بحيث انها ما تبقاش شاربه قوي كده، عشان ما تعملكيش علامه كده في الجيبه هتبقى مش حلوه، تمام. خلاص هنا القماش متني، هنا القماش مقفول، تمام. هنا القماش مقفول، وهنا هتبقى الحته اللي هتتقص دي. لو انت عايزه تعملي جيبه صك عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص، من غير بنس من غير اي حاجه خالص. طب لو عايزه تعملي بنس هتعملي ايه؟ هتقيسي المسافه دي 20 فهتطلع نصها 10. هنجيب نص ربع دوران ده هيبقى 10. هننزل احنا ده بنعمل باترون الامام ده كده، باترون الامام. بنسة الامام طولها قد ايه وبنسة الخلف طولها قد ايه؟ بنسة الامام دايما بتبقى 9 والخلف بتبقى 12. احفظيها كده. هنعلم، هننزل اهو كده، ده 9 سنتي. خلاص وهنعمل سنتي يمين وسنتي شمال، وهنوصل بالنقطة دي. ادي عملنا البنسة. طيب احنا كده خدنا 2 سنتي من الوسط، يعني كده الوسط ضيق 2 سنتي، فهنضطر ان احنا نطلع من هنا بره كام سنتي؟ هنطلع بره 2 سنتي، وهنعلم علامة، ومن هنا هنوصل بطول الجنب. دي التوصيلة الجديدة. خلاص كده الامام خلص. زي ما قلت لكم عايزينها من غير بنس بتتعمل كده، وبتيجي من هنا بنص دايره كده وتنزل. عايزينها ببنس هتعملوا البنسه بتاعت اللي قدام، الجزء الامامي بيبقى 9 سنتي. هنزود هنا هنعوض ال2 سنتي اللي احنا خدناهم من البنسه، وهنوصل. هتتوصل بشكل شربي كده؟ لا، هنيجي من هنا كده نخش زي 1 سنتي كده ونعمل كده اهو.
خلاص كده احنا خلصنا الامام، وطولها 40. وشوفوا الطول اللي يعجبكم، يعني انا عامله 40 عشان الورقه مش هتكفي. انتوا عايزين تعملوا طولها 90 100 براحتكم، كملوا كده للاخر بخط مستقيم. عايزين تكملوا بخط مستقيم للركبه وبعد كده تخلوها مفتوحه من تحت، اعملوها بالشكل اللي يعجبكم، يعني الوسع من تحت اللي يعجبكم، انما اللي فوق ده الاساس. انتوا ممكن تلعبوا من تحت بالطريقه اللي تعجبكم. هنقص بقى. بصوا بقى ده اللي انا بكلمكم فيه. بصوا من هنا عامله ازاي، جايه بنص دايره كده بميله، مش جايه كده كده، عشان تطلع مظبوطه معاكم في الخياطه. ده الامام. الخلف بقى هنعمل ايه؟ ادي جزء الخلف، هناخد برضو نفس المقاسات. تمام. هنعمل مستطيل عرضه ربع دوران اكبر حجم اللي هو 25، ده العرض. وهنوصل وهننزل من هنا يعني 3-4 سنتي كده، وهقول لكم ليه دلوقتي. وهنوصل. تمام. دول احنا مش محتاجينهم خلاص، انا عشان بس هقول لكم دلوقتي ليه. كده ده باترون الخلف. خدنا ربع دوران اكبر حجم اللي هو 25، هناخد ربع دوران الوسط اللي هو 20، وهنعلم هنا علامة. خلاص. هناخد طول الجنب قلنا 10، وطول الجيبة، طول الجيبة قلتلكوا هو المفروض 40، بس انا هنا بقى كام؟ 37. ليه؟ عشان انا سبت شوية، سبت مسافة هنا. هنوصل ربع دوران الوسط بنقطة الجنب دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البنسة. البنسة كام؟ طبعا دي 20، هناخد نصها 10، وهننزل كام؟ 12. يبقى الامام 9 والخلف 12. هنوصل هنا، هناخد سنتي ونص هنا وسنتي ونص هنا. تمام. هننزل يبقى دي 12 سنتي. طيب احنا هنا خدنا سنتي ونص وسنتي ونص، يعني دي 3 سنتي. طيب هنعوض بقى من هنا، لان كده الوسط اللي احنا خدناه قل، دي هتتخيط فالوسط قل، فهنعوض من هنا. هنعوض كام؟ حجم البنسة. خدنا بنسة 2 سنتي، هنعوض 2. خدناها 3، هنعوض 3. هنعوض بالطريقة اللي تعجبك. تمام. وهنوصل النقطة الجديدة بتاعت ربع دوران الوسط لطول الجنب. نفس الحكاية برضو، هنيجي بميلة كده اهو. عايزة تعملي جيبة من غير بنس، لان في ناس بتعملها من غير بنس، مش كل الناس بتعملها ببنس، فعايزة تعمليها من غير بنس ومن غير اي حاجة، يبقى نخبي كده ونخبي البنسة، وهتبقى هو ده الشكل النهائي. عايزة تعمليها ببنس فهنطلع بالشكل النهائي ده. في ناس دايما بتعمل الامام اكبر من الخلف ب1 سنتي، بس انا شايفه ان ال1 سنتي ده ما بيفرقش قوي بصراحه. يعني ساعات ال1 سنتي ده بيفرق، والنص سنتي ساعات بيفرق. زي ايه؟ زي حردة القبط، الجيرو دي لو قدام ما خدتيش السنتي اللي جوه ده، لا حردة القبط بتبوظ وما بتبقاش مظبوطه اطلاقا، بيبقى فيه قماش زياده. لكن هنا مش فارقه قوي. عايزه تاخديها خديها، يعني عايزه تكبري الامام 1 سنتي كبري الامام 1 سنتي، مش هتفرق. خلاص. ادي الخلف اهو. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ هنعمل ايه؟ احنا هنا قلنا هنا القماش المقفول، هنا التانية بتاعت القماش المقفول. ناقص حاجة واحدة بس مهمة قوي في الايه، في الوسط. انا هنا سايبة مسافة. ليه سايبة مسافة؟ عشان هطلعها. هنيجي عند القماش المقفول الحتة دي، هنطلع من هنا
3 سنتي 4 سنتي مش هتفرق، بس لازم تطلعي لك كام سنتي من هنا لازم. وبعد كده هنوصل من هنا لهنا على مفيش. يبقى تاني عشان ما تتلخبطيش، ده مطرح القماش المقفول، القماش المتني، يعني في نص الظهر من ورا، عارفه انت الظهر من النص، نص الظهر من ورا هنطلع لنا 3 سنتي 4 سنتي مش هتفرق كتير، وفي الاخر هتاخديها وتنزلي بميله لحد الجنب. وهنقص الكلام ده اهو يا بنات. كده احنا عملنا الامام وعملنا الخلف. طبعا لما نيجي نطبق على القماش، بس انا مش عايزه اهدر القماش على الفاضي، لان دي يعني حاجه مفهومه ومعروفه، مش محتاجه ان انا اهدر عليها قماش. هنيجي نطبق مثلا على القماش، هنمسك القماش كده ونتنيه نصين. تمام، خلاص احنا ماسكين القماش تانيينه نصين. هنجيب ده كده مطرح القماش المقفول، هنحطه على قفله القماش ونبتدي نقص ونخيط. تمام، بس كده انا خلصت باترون الجيبه الصك. ويا ريت لو عجبك الفيديو دوسي لايك واكتبي لي رايك تحت في التعليقات، فهمتي من الشرح ولا في اي حاجه صعبه عليكي ومش مفهومه. يا رب الامور تبقى واضحه وبسيطه. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.